شكرا معالي الوزيرة. أدعو الآن صاحب المعالي السيد الحسين ولد ميدو، وهو وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان لموريتانيا. تفضل سيدي. You have the floor, Excellency. لك الكلمة معالي الوزير. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. السيد رئيس المؤتمر العام لليونسكو صاحب السعادة محمد طلحة، أشكركم على إتاحة الفرصة، ويسر الجمهورية الإسلامية الموريتانية أن تهنئكم على رئاستكم لهذا المؤتمر العام ال43، متمنيا لكم كل النجاح والتوفيق. سيدة رئيسة المجلس التنفيذي، السيد المدير العام لليونسكو، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن أتحدث إليكم من هذا المنبر الأممي حاضن الثقافة العالمية، وأن أنقل إليكم تحيات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد الشيخ القزواني، وتحيات الشعب الموريتاني الأصيل الذي حمل عبر التاريخ رسالة العلم والتسامح وصان تنوعه الثقافي وهويته الجامعة. إنها فرصة ثمينة أن نلتقي في رحاب منظمة اليونسكو، منارة الفكر الإنساني ومنبر الحوار والتفاهم بين الشعوب. وأود بداية أن نعبر عن عميق تقديري لجمهورية أوزبكستان الشقيقة ولأهل سمرقند الكرام على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما أتوجه بالشكر إلى الأمانة العامة اليونسكو على جهودها الدؤوبة لترسيخ الثقافة والحوار وترقية العمل الإبداعي. ويطيب لي في هذا المقام أن أهنئ المدير العام الجديد اليونسكو الدكتور خالد العناني الذي انتخبه المجلس التنفيذي مؤخرا، متمنيا له كل التوفيق والسداد في مهامه النبيلة، ومؤكدا دعمنا وثقتنا في كفاءته وتجربته العلمية والأكاديمية الرافعة. كما نتوجه بشكر خاص إلى السيدة المديرة العامة السيدة أودري أزولاي، مثمنين مأموريتها وما أنجزته لصالح التراث والثقافة العالمية، ومعبرين عن اعتزاز موريتانيا بزيارتها لها في مهرجان مدائن التراث بالشقيط نهاية العام الماضي، تثمينا لمدننا التاريخية وترقية لتراثنا الأصيل. أيها السادة والسيدات، ينعقد مؤتمرنا في ظرف دولي دقيق تتعاظم فيه الحاجة إلى دور اليونسكو في حماية التراث الإنساني المهدد بالخطر، ولا سيما في فلسطين، حيث شكلت مأساة غزة الأخيرة امتحانا عسيرا لضمير الإنسانية جمعاء. وإننا لنأمل بعد قرار وقف إطلاق النار وعودة المهجرين أن يستتب السلام في فلسطين، وأن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال. أيها السادة والسيدات، ينعقد لقاؤنا هذا في مدينة سمرقند، مدينة التاريخ والعلم، لؤلؤة الشرق كما يقال، مدينة الحافظ والحديث، مدينة الإسلام والسلام والحديث والأدب القديم والحديث، مدينة الحافظ والترمذي والبخاري والخوارزمي والبخاري وجلال الدين الرومي وغيرهم من الأدباء والمتصوفة والشعراء والفقهاء. وينعقد المؤتمر تحت شعار يجسد أهمية الثقافة والتعليم والمعرفة في بناء عالم أكثر استدامة وتسامحا، وهو موضوع يتقاطع بامتياز مع أولويات الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي جعلت الثقافة ركيزة أساسية في التنمية وجسرا للتقارب الإنساني ومحركا للسلام والتماسك الاجتماعي. لقد شهدت بلادي موريتانيا منذ 2019 تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني تحولا نوعيا في مجالات الثقافة والفنون والاتصال، ضمن رؤية وطنية طموحة تهدف إلى ديمقراطية الثقافة وجعلها حقا للجميع من خلال برامج ومشاريع نوعية، من بينها إطلاق المدرسة الجمهورية وما ترتب عليها من تأمين الاستفادة والانتفاع لكافة فئات شعبنا، ومن محاربة لمظاهر وتجليات الغبن والإقصاء، ومن تعزيز للبنى التحتية الحاضنة للفعل الثقافي والتربوي، بما أمن خلال السنوات الأخيرة أن يتم بناء ثلث مدارس موريتانيا خلال الخمسية الأخيرة، وأن يتم اكتتاب نصف معلميها أيضا خلال الخمسية الأخيرة، وهو ما يسعى إلى ديمقراطية الثقافة وجعلها حقا للجميع، فضلا عن استثمار الثقافة كرافعة للتنمية والهوية المنفتحة وإشاعة قيم العدل والإنصاف والمواطنة والسلم والتماسك الاجتماعي، وهو ما أثمر مكاسب نوعية
نعتز بها سلما واستقرارا وتطورا وانفتاحا وتكافلا، فضلا عن توسيع فضاء الحريات وتجلت تلك المكاسب في مختلف مجالات الثقافة. فعلى مستوى الثقافة والتراث تم اعتماد مقاربة وطنية للربط بين التراث والتنمية والهوية والحداثة والإبداع، وتم تنظيم مهرجان مدائن التراث في المدن التاريخية المصنفة تاريخا عالم تراثا إنسانيا من طرف اليونسكو وتشنقيط ودان تشيت ولاته بمكون تنموي تجاوز 16 مليار أوقية خلال النسخ الأربعة الماضية. وتشرفت النسخة الماضية باستضافة ضيوف كبار من كبار الشخصيات الثقافية من بينهم السيدة أودري أزولاي المدير العام لليونسكو، فضلا عن إدراج مدينة الجول التاريخية ضمن المدن القائمة التراث الوطني، وتصنيف المحضرة وملحمة سامبا غالادو تراثا عالميا من طرف اليونسكو، والاعتراف باللغة السلوكية لغة عابرة للحدود، وتصنيف أكثر من 20 موقعا تراثا إسلاميا وعربيا، فضلا عن عشرات المواقع الوطنية، وإطلاق برنامج وطني لحماية التراث المغمور بالمياه، وبرنامج علمي للبحث الأثري في مدينة أزوغي التاريخية، وإعادة البحث الأركيولوجي في هذه المدينة التي تشكل عاصمة لدولة المرابطين، فضلا عن إطلاق نظام التعليم واستحداث يوم للتنوع الثقافي، واختيار بلادنا عضوا في اللجنة الحكومية الخاصة بتطبيق وتنفيذ اتفاقية 2005 لتنوع أشكال التعبير الثقافي. وفي مجال الصناعات الثقافية والإبداعية تم تنفيذ برامج لتكوين الشباب وتنظيم معرض المرشود الدولي للكتاب، فضلا عن تنظيم مهرجان الموسيقى الموريتانية لأول مرة في نسخته الثانية. أطلقنا في المجال الإعلامي إصلاحات إعلامية كبرى مكنت من ترسيخ حرية الصحافة وضمان حق الجمهور في المعلومة، وهو ما جعل بلادنا تتصدر الترتيب العربي والإفريقي وتحتل المرتبة 33 عالميا والعاشرة عالميا في أمن الصحفيين سنة 2024، وتتصدر العالم العربي وضمن ال50 الأوائل سنة 2025. كما تعززت الحريات العامة الإعلامية بفضل انتهاج سياسة انفتاح وحوار دائم مع مختلف الفاعلين وإشراكهم في رسم السياسات العمومية للقطاع، وكان آخرها حل الإشكالات البنيوية التي يواجهها الإعلاميون، وهي تسوية ملف المتعاونين في وسائل الإعلام العمومية. واعتمدت الحكومة سياسات اجتماعية منفتحة جعلت الثقافة أداة لترسيخ العدالة الاجتماعية ونشر قيم التماسك الوطني والمواطنة الإيجابية، وانتهجت مقاربة أمنية وتنموية متوازنة جمعت بين الوقاية والحوار، ونتج عنها ترسيخ الأمن والاستقرار والتسامح والتصالح والتعايش بين المكونات الوطنية. بهذا المسار تحققت بيئة آمنة جعلت من بلادنا نموذجا في المنطقة في تأمين الفكر وبناء السلام عبر الثقافة. وفي الأخير أيها السادة والسيدات، انطلاقا من هذه المكاسب تؤكد موريتانيا أولويتها في مجال تعميق السياسات الإصلاحية في المجالات التربوية والإعلامية والثقافية، حماية التراث غير المادي، دعم الاقتصاد الإبداعي، تعزيز حرية التعبير والإعلام، تأمين التحول الرقمي، وتوسيع التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة. وكما تفخر موريتانيا بمواكبة جهود منظمة اليونسكو عبر مختلف أجهزتها، سيما بصفتها نائبا لرئيس لجنة التراث غير المادي وعضو في لجنة تطبيق اتفاقية 2005، ونسعى إلى الإسهام الفاعل في حماية الموروث الإنساني المشترك، ونتطلع إلى المساهمة في لجان هذا المؤتمر عبر منظمة دعم الاتصال واللجان المتخصصة في المياه. إن الثقافة في نقرنا مستقبل يبنى ورأس مالنا رمزي لا ينضب، ومورد للتنمية والتفاهم الإنساني. من مدينة سمرقند مدينة الحكمة والتاريخ، مدينة الصوفية والشاعرية، نجدد التزامنا وانخراطنا البناء في التزامات وشراكات اليونسكو تجسيدا لعهدنا بالوفاء بتلك المتطلبات ومواجهة التحديات جنبا إلى جنب مع هيئتنا الأممية حارسة التراث بالمفهوم الصوفي وبالمفهوم الشاعري. وأختم بقصيدة لعمر خيام كثيرا ما قالها في هذا الصدد، وهو أنه يرتبط أساسا بأهمية أن نعمل يدا بيد من أجل تكريس ثقافة آمنة وتعزيز هذه الهيئة الأممية المكلفة بحراسة وترقية تراثنا. السلام عليكم ورحمة الله.